مرحبا. أنظمة إنشائية وتحليلها. الدرج، هندسة عمارة. مثال واحد، في معي مسقط أفقي لدرج في نظام هيكلي لبناء سكني الشكل واحد. هلا بنشوفه. المعطيات: الارتفاع الطابقي 3.2 متر، ارتفاع الدرجة 17 سنتيمتر وعرضها 27 سنتيمتر، زاوية ميل الشاحط على الأفق ألفا تساوي 30.62 درجة، ارتفاع بلاطة الشاحط 20 سنتيمتر، شدة الحمول المنتظمة الكلية المؤثرة على الشاحط كيو 2 تساوي 11 كيلو نيوتن على المتر، وعلى الميدة 7 كيو 1 تساوي 7 كيلو نيوتن على المتر. الإجهاد الحدي للبيتون 0.7 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع، وللحديد 14 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع، والثابت جمة زد 0.857. المطلوب ما يليه: رسم الجملة الإنشائية للشاحط الأول AB. 2. حساب مساحة التسليح الرئيسي بفرض العزم العظمي للشاحط MX تساوي 26.76 كيلو نيوتن متر. 3. حساب عدد الأسياخ الرئيسية فاي 14 للمتر الواحد. 4. حساب مساحة التسليح الثانوي وعدد الأسياخ فاي 10 للمتر. هاي هو الدرج، هاي المسقط الأفقي، هاي هون 4 أعمدة A B C D، وهاي الشاحط الأول. هاي عفوا الميدة الأولى، هاي أو السفرة الأولى، سفرة الدرج أو ميدة الدرج الأولى. هاي طلعنا بالشاحط في 10 درجات تقريبا، ووصلنا إلى منسوب الميدة الثانية، ومن ثم طلعنا على الشاحط الثاني إلى سطح البناء. المطلوب منا احنا أنه نرسم الجملة الإنشائية للشاحط هذا الأول، بحيث أني أجري تحليل إنشائي أو حساب إنشائي للوصول إلى العزم العظمي اللي أنا أعطيته بنص المسألة، وبالتالي حساب مساحات والتسليح وعدد القضبان. هاي الشكل 2. هاي شكل 2. هاي عندي الحمولات على شدة الحمول على الميدة الأولى كيو 1، هاي على الشاحط كيو 2 طبعا أكبر شوي، وهاي على الشاحط الثاني على الميدة الثاني في الشاحط الأول كيو 3. هاي رسمنا هون الخط أفقي تمثيل ليبين لي الميدة الأولى من الشاحط الأول، هاي هي. ومن ثم الخط المائل اللي هو إيش؟ ميلان الشاحط الأول، ومن ثم الميدة الثانية طبعا، وسندته على العمود B وعلى العمود A، وهناك في ردود أفعال في المساند. وهاي الزاوية المعطاة 30.62 درجة. هاي هو الشكل 2 مع الحمولات تاي. هذا تقريبا الطلب الأول اللي هو الجملة الإنشائية للشاحط الأول مع ميداته. طبعا احنا ممكن نعمل دراسة سكونية أو تحليل إنشائي من خلال ردود الأفعال ومن خلال تطبيق قواعد مقاومة المواد، ولكن لتسهيل الأمور افترضنا إنه العزم الأعظمي في هالنقطة هاي هون اللي هي X2 فتحة، وأعطيناكو قيمتها اللي هو هون بنص المسألة 26.76 كيلو نيوتن ضرب متر. المطلوب مساحة التسليح الرئيسي وعدد القضبان، ومن ثم مساحة التسليح الثانوي وعدد القضبان. هاي علاقة الحساب للتسليح الرئيسي: العزم المعطى اس مساحة التسليح العزم المعطى على الثابت جمع زد بي اتش صفر الارتفاع الفعال بالإجهاد الناظمي للحديد. طبعا هون افترضنا التغطية 3 سنتي، كنا احنا بالنظري نفترضها 5، افترضناها 3 سنتي من اجل يعني تقليل كمية الحديد. هاي طلع معي مساحة التسليح 13.12 سنتيمتر مربع، حولته إلى عدد قضبان بموجب العلاقة هاي، قسمت المساحة على مساحة السيخ الواحد اللي هو فاي 14، طلع معي 8.53. قررنا 9 فاي 14 على المتر، يعني 9 قضبان بقطر 14 ملم لكل متر من الدرج. عمليا عرض الشاحط هو متر، وبالتالي الشاحط الواحد بيلزمه 9 فاي 14. التسليح الثانوي
AS فتحة رمزنا له يساوي ربع التسليح الرئيسي، يعني 0.25 ضرب التسليح الرئيسي. هاي طلع معي مساحة التسليح الثانوي 3.28 سنتيمتر مربع. حولته إلى عدد أسياخ، قسمت التسليح الثانوي على مساحة السيخ المستخدم اللي هو فاي 10. طبعا BR مربع، يعني نصف قطر العشرة. العشرة هي قطر السيخ الثانوي. طلع معي المساحة هو العدد هو 4.198. قررنا أكبر قليلا اللي هو 5 فاي 10 على المتر. أشكر حسن الاستماع.